السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه ستوري. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله زي ما حضرتكم شايفين هننفذ مع بعض الغرزة دي. أنا الحقيقة مسميها غرزة حرف الإكس. زي ما احنا شايفين أهو العواميد عاملة شكل حرف الإكس، شكلها جميل جدا جدا وتنفع في مشروعات كتير. ممكن نعمل منها كوفية، ممكن نعمل منها شال مستطيل، ممكن نعمل منها حاجات كتير أوي. ممكن نعمل منها كمان بلوزة، لأن الغرزة شكلها جميل جدا زي ما احنا شايفين. ده الوش وده الظهر اهو. وهي غرزة سهلة جدا جدا للمبتدئين، لأن هي بتعتمد في شغلها على تكرار سطرين بس، يعني سطرين وبنفضل نطلع بيهم لحد ما نوصل بالقطعة للمقاس اللي احنا عايزينه. أتمنى يا رب فيديو النهاردة يعجبكم. لكن قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتوش في القناة أتمنى تشتركوا في القناة عن طريق الضغط على زرار اشتراك أو سبسكرايب اللي موجود تحت الفيديو باللون الأحمر. كمان هيظهر عندنا الجرس، ندوس على الجرس ونختار الكل علشان أي فيديو جديد ينزل يجيلنا إشعار بيه. وأتمنى من ربنا التوفيق في كل حاجة بقدمها لكم. وكمان هيظهر عندنا على الدايرة البيضاء فوق على الشاشة بعض الفيديوهات المقترحة اللي احنا نفذناها قبل كده، علشان لو حبيتوا ترجعوا لها وتشوفوا احنا نفذنا ايه مع بعض قبل كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنحتاج ايه عشان ننفذ الغرزة الجميلة دي. نبتدي مع بعض. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهاردة ان شاء الله هشرح معاكم الغرزة على خيوط everyday من شركة هيمالايا. الخيوط دي تركي وحلوة جدا جدا. البكرة دي 100 جرام، طولها 250 متر. وهو هنا بيقترح ان انا اشتغل بإبرة رقم 5، بس انا ان شاء الله هشتغل مع الخيط ده بإبرة ألومنيوم رقم 4. طبعا انت ممكن تطبقي نفس الغرزة بأي خيوط موجودة عندك مع الإبرة المناسبة ليها. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأول حاجة هنعملها هي سلاسل البداية. وعايز أقول إن الغرزة دي بتحتاج لعدد زوجي من السلاسل، يعني هبتدي إن أنا أعمل 2 في 2 في 2 في 2 لحد ما أوصل للمقاس المطلوب حسب القطعة اللي أنا بشتغلها. أنا بالنسبة لي هبدأ إن أنا أعمل معاكم عينة النهاردة على 20 سلسلة. هبتدي إن أنا أعمل عقدة البداية، هسيب مسافة من الخيط كده، هلف حلقة على الهوا بالشكل ده، هدخل بالإبرة جوه الحلقة، اخد من الخيط واطلع واشد الطرف ده، وهبدأ ان انا اعد 20 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. هكملهم 20 وارجع لكم تاني. كملت ال20 سلسلة اهم زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ دلوقتي ان انا هعمل ايه. اول سطر عندي هو سطر من غرز الحشو. هبتدي ان انا اعمل سلسلة، ودي ارتفاع ما بحسبهاش معايا غرزة، وطبعا هسيبها وهروح على السلسلة التانية وابدأ ان انا اشتغل اول غرزة حشو بالشكل ده. غرزة الحشو بعملها ازاي؟ من غير لف خيط ولا حاجة. هدخل كده في المكان اللي انا هشتغل فيه بالشكل ده، هاخد من الخيط واطلع معايا حلقتين، هلف الخيط واطلع منهم بالشكل ده كده. وابدأ ان انا على كل سلسلة ابتدي ان انا اعمل فيها غرزة حشو بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده انا هكمل لحد اخر السطر على كل سلسلة هعمل غرزة حشو وارجع لكم تاني ان شاء الله. خلصت السطر الاول بقى معايا بالشكل ده، وبقى معايا 20 غرزة حشو. لازم عدد الغرز يكون معايا عدد زوجي. السطر التاني هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اعمل سلسلة واحدة، هلف الشغل الناحية التانية، وفي نفس المكان هعمل عمود بلفة، وده ثابت معايا في تكرار السطر ده. هبتدي ان انا دلوقتي هلف القطعة الابرة. غرزة الحشو اللي جاية دي انا مش هشتغل فيها، هروح على غرزة الحشو اللي بعديها واعمل عمود بلفة بالشكل ده كده. بعدين عشان اكون شكل حرف الاكس هعمل ايه؟ هلف القطعة الابرة وهروح رايح من ظهر الشغل كده، داخل بالابرة وطالع من هنا اهو، وهروح داخل بيها من هنا كده في المكان بتاع غرزة الحشو بالشكل ده كده، واخد من الخيط واطلع اهو، واكمل العمود بلفة بتاعي بالشكل ده كده. بقى الشكل معايا كده. هبدأ اكرر تاني، هلف الخيط على الابرة، غرزة الحشو اللي جاية دي مش هشتغل فيها، هروح على
الغرزة اللي بعديها واعمل عمود بلفة بالشكل ده كده اهو. هبدأ ان انا الف الخيط على الابرة، ومن الظهر كده هروح رايح بالابرة داخل من هنا اهو، وهروح على غرزة الحشو اللي انا سبتها، هدخل فيها من الامام كده بالشكل ده اهو، واخد من الخيط واطلع معايا 3 حلقات، الف الخيط واطلع من حلقتين، الف الخيط واطلع من حلقتين بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين اهي شكلها بقى كده. تاني هبدأ ان انا الف الخيط على الابرة، هسيب الغرزة اللي جاية دي مش هشتغل فيها، اروح على الغرزة اللي بعديها واعمل فيها عمود بلفة بالشكل ده كده اهو. بعدين هبتدي الف الخيط على الابرة من ظهر الشغل، هروح كده اهو واطلع بيها من هنا، وهدخل بالابرة في مكان غرزة الحشو اللي انا سبتها بالشكل ده كده، واخد من الخيط واطلع معايا 3 حلقات، اخدهم حلقتين في حلقتين بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. حرف الاكس او شكل حرف الاكس بدأ يظهر معايا اهو. هشرحها معاكم مرة كمان اهو. هلف الخيط على الابرة، هسيب غرزة الحشو دي مش هشتغل فيها، هروح على الغرزة اللي بعديها اهو واعمل فيها عمود بلف عادي خالص. بعدين هلف الخيط على الابرة، هروح من ظهر الشغل كده وادخل من هنا كده، وبعدين ادخل في المكان بتاع غرزة الحشو اللي انا سبتها واعمل فيها عمود بلف بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده كده. وهكمل بنفس الطريقة لحد اخر السطر. هكمل وارجع لكم تاني. فضلت اشتغل بنفس الطريقة، بقى معايا بالسطر بالشكل ده كده. فاضل عندي اخر غرزة حشو، هبدأ ان انا الف القطعة الابرة واشتغل فيها غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده، عمود بلفة عادي خالص. بقى معايا الشغل بالشكل ده زي ما بدأت السطر بغرزة عمود بلفة، نهاية الشغل بغرزة عمود بلفة بالشكل ده. نشوف السطر التالت هنعمله ازاي. بالنسبة للسطر التالت هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اعمل سلسلة وهلف الشغل الناحية التانية، وهدخل كده في نفس المكان واعمل غرزة حشو، وهبتدي ان انا فوق كل عمود اعمل غرزة حشو، ولازم العدد يطلع معايا 20 غرزة. يعني العدد اللي انا بدأت ب20 غرزة حشو، لازم السطر يخلص معايا على 20 غرزة حشو. منساش دي يا جماعة، لازم العدد يطلع هو عشان الغرزة يبقى شكلها مظبوط معايا. انا كده عملت اول غرزة اهي هنا، بعدين كده 2 اهو، 3 4 5. هكمل لآخر السطر وارجع لكم. انا دلوقتي خلصت السطر التالت زي ما احنا شايفين كده، والغرزة دي الحقيقة بتعتمد على تكرار السطر التاني والسطر التالت. يعني هفضل اطلع بالسطر التاني اللي هو بتاع حروف الاكس، والسطر التالت اللي هو بتاع غرز الحشو، لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزه. فانا دلوقتي هبدأ اشرح معاكم الخطوات مرة كمان عشان تكون سهلة عليكم ان شاء الله. هنشوف هنعمل ايه. انا دلوقتي بعد ما خلصت السطر اللي هو سطر الحشو وبقى معايا 20 غرزة، هبتدي ان انا اكرر السطر التاني اللي هو السطر بتاع حروف الاكس. هبتدي ان انا اعمل سلسلة واحدة، هلف الشغل الناحية التانية واعمل عمود بلفة في نفس المكان بالشكل ده كده. بعدين هبتدي اشكل حروف الاكس بتاعتي، هلف الخيط على الابرة، هسيب غرزة الحشو اللي جاية دي، وهروح للغرزة اللي بعديها اعمل عليها عمود بلفة بالشكل ده كده. بعدين هلف الخيط على الابرة من ظهر الشغل، هطلع
بالإبرة من هنا كده، بعدين هدخل بيها من الأمام في غرزة الحشو اللي أنا سبتها، واخد من الخيط واطلع واكمله عمود بلفة عادي بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده كده ظهر معايا اول حرف اكس. وابتدي اكرر، هلف الخيط على الابرة، بسيب الغرزة دي واروح على الغرزة اللي بعديها واعمل عمود بلفة، بعدين هلف الخيط على الابرة. بصوا انا بعمل ايه بالابرة، لف بعد ما لفيت الخيط على الابرة من ظهر الشغل كده، واطلع بيها من الفراغ اللي اتكون نتيجة غرزة الحشو اللي انا سبتها، وابتدي ان انا ادخل بالابرة في غرزة الحشو اللي انا سبتها كده اهو، واعمل عمود بلفة. هي الحركة دي اللي بتديني شكل حرف الاكس اهو. وابتدي اكرر، هلف الخيط على الابرة، هسيب غرزة الحشو اللي جاية واروح على الغرزة اللي بعديها اعمل عمود بلفة بالشكل ده كده اهو، بعدين هلف الخيط على الابرة اهو، بعدين هلف الابرة كده من ظهر الشغل واطلع بيها من الفراغ ده، وهدخل بيها كده من نفس المكان لغرزة الحشو اللي انا سبتها بالشكل ده كده اهو، واخد من الخيط واطلع معايا 3 حلقات، حلقتين في حلقتين بالشكل ده كده، وابتدي ان انا هكرر لاخر السطر. انا هكرر لاخر السطر وارجع لكم تاني ان شاء الله. فضلت اشتغل بنفس الطريقة اهو، الشكل معايا بدأ يوضح اكتر. فاضل معايا اخر مجموعة هشرحها معاكم دلوقتي. هلف الخيط على الابرة، هسيب الغرزة دي واروح على الغرزة دي اعمل فيها عمود بلفة، بعدين هلف الخيط على الابرة واروح من ظهر الشغل كده هدخل بالابرة في الفراغ ده، وبعدين ادخل بيها في مكان غرزة الحشو اللي انا سبتها، واخد من الخيط واطلع واعمل عمود بلفة بالشكل ده كده. فاضل معايا اخر غرزة حشو هعمل عليها عمود بلفة بالشكل ده كده. ده كده السطر الرابع. السطر الخامس هو تكرار السطر التالت. هبتدي ان انا الف الخيط على الابرة واعمل سلسلة والف الشغل، وابدأ ان انا من نفس المكان هدخل كده اهو بالشكل ده كده واعمل غرزة حشو، وهبدأ ان انا فوق كل عمود اعمل غرزة حشو بالشكل ده كده اهو، اهو بالشكل ده. ادخل كده هنا واعمل حشو على العمود اللي بعديه حشو. ومنساش يا جماعة ان عدد غرز الحشو لازم يطلع معايا نفس العدد اللي انا بدأت بيه، 20 غرزة. هكمل لاخر السطر وارجع اوريكم الشكل النهائي. وده بقى شكل الغرزة بعد ما انا كررت السطر التاني والتالت مرة كمان. بقى شكلها معانا كده، شكلها جميل جدا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انت هتفضلي تكرري السطرين دول لحد ما توصلي بالقطعة للطول اللي انت عايزاه. هو اهم حاجة بس ناخد بالنا منها ازاي بنعمل العواميد بلفة عشان يدينا شكل الاكس، وكمان ناخد بالنا ان في سطر الحشو لازم العدد يطلع معانا نفس العدد اللي احنا بدأنا بيه. شكل الغرزة اهو، ده الوش وده الظهر، شكلها جميل جدا زي ما احنا شايفين اهو. ودي كانت ورشة النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منها. لو عندكم اي سؤال سيبهولي في الكومنتات تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. ولو الفيديو عجبكم اتمنى تدوسوا لايك وتشيروه مع اصحابكم علشان يستفيدوا زيكم. واستنوني ان شاء الله في كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.